السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ والنهارده روتين، وانا عارفه انتوا بتحبوا الحلقات بتاعه الروتين. والروتين النهارده ان شاء الله هيعجبكم كده، فيه غسيل مواعين ورغاوي بقى من الحاجات الجميله اللي احنا بنحبها دي، اللي بتشجعنا لو عندنا شويه مواعين في المطبخ بنقوم ما بنكسلش وبنعملها على طول. يلا حطي التليفون قدامك كده وانت بتغسلي المواعين وتفرجي وتحمسي معايا وتشجعي واغسلي شويه الاطباق اللي وراكي، او اعملي الاكل بتاعك. والنهارده الاكل كمان هيكون مختلف خالص عن اللي قدمناه قبل كده. يا رب تكون الحلقات بتاعتي كلها بتعجبكم. ويا ريت لو انت مش مشتركه في القناه اشترك، عشان في فيديوهات جايه وفاتت قبل كده ممكن تكوني ما شفتهاش، جميله جدا وهتعجبك. ولو ما حطيتيش لايك حطي لايك عشان ان شاء الله الفيديو هيعجبك. واكتبي لي تعليق حلو زي كده يشجعني على اني انزل لك حلقات اكتر واكتر وبشكل جديد. ولو في حاجه معينه عايزين انزلها لكم اكتبوا لي في التعليقات وهنزلها لكم. عندنا حاجات جميله في القناه، وشوف اللي ما شافهاش يعني يدخل ويشوف، تجولي كده في القناه وشوفي الحلقات اللي فاتت اللي انت ما شفتهاش لو اول مره تدخلي وتشوفي فيديو ليا. في حاجات جميلة. ومين عجبه الفيديو اللي كان على السطح؟ لو عجبكم قولولي، لو كده ممكن انزل لكم منه حاجات بنفس الطريقة تاني برضو، واكلات جديدة ومن على السطح برضو. انا قلت اغير لكم يعني نخرج بره المطبخ شوية، بس اكيد المطبخ وحشنا ورجعت تاني انزل لكم حاجات جميلة، الروتين اللي فيه المواعين والطبخ والحاجات الجميلة اللي احنا بنحبها دي واللي بتشجعنا وتحفزنا. ويا رب فيديوهات برضو اللي هي تربية الكتاكيت في البلكونة اللي شجعت عليها ناس كتيرة جدا بقت بتربي في البلكونة. وفي ناس كتير الحمد لله شكرتني ان هي ما بتعملش فعلا ولا ريحة ولا صوت ولا اي حاجة. والكتاكيت بتاعتها ما شاء الله كبرت ووصلت لاحجام حلوة قوي لما مشيت على الخطوات اللي انا نزلتها لكم بالظبط. لغاية ما ذبحنا الكتاكيت كنا متابعين كل حاجة خطوة بخطوة. ولو في عندك اي استفسار اكتبوهولي برضو في كومنت جميل كده في التعليقات ان شاء الله، وانا ارد عليكي على طول. يا رب اكون اقدر افيدكم وبوصل لكم الحاجة اللي انتوا بتبقوا عاوزينها. النهارده بقى الروتين بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، في شويه اطباق ومواعين، وانا ما بعرفش اعمل بصراحه الاكل في المطبخ الا لما بيكون المطبخ حواليا يكون رايق. اهم حاجه يكون المطبخ حواليكي رايق كده عشان تعرفي تفنني وانت بتعملي الاكل بتاعك بطريقه كويسه. ودي حاجة لازم تعودي نفسك عليها، عشان لو عودتي نفسك ان انت تشتغلي في المطبخ وهو مكركب حواليكي هتفضلي على الطريقة دي على طول. لو انت لسه عروسة جديدة يعني، او بنوتة لسه اول مرة تخشي المطبخ، حاولي ان انت تخشي بدري، تكوني قايمة بدري وتخشي على المطبخ بتاعك. حاولي ان انت تخلصي الحاجة اللي فيه علشان يبقى وانت بتعملي اكلك كده الدنيا رايقة حواليكي وتبقي مركزة في الطبخة اللي بتعمليها، فتطلع معاكي بفن وتطلع جميلة جدا. شايفين الطبق بقى اللي هو السيرفيز اللي انا بغسله ده دلوقتي؟ كان في متابعة من المتابعين يعني بعتت لي على على القناة، اللي هي لو انتوا شفتوا الحلقة اللي انا كنت منزلاها بتاعت اطباق العشاء الازاز، فانا الحلقة دي كنت منزلها لكم بقالها مدة يعني حوالي سنة. فجالي تعليق ان هي عايزة تشتريه لمامتها يعني وعجبها الطقم ده، فان هي لقيته دلوقتي سعره اغلى من اللي انا كنت منزله بيه الطقم ده، اكيد فرق يعني السنين. وقالت لي ايه يعني رايك فيه؟ بصراحه رايي وانا بقوله لكم من هنا، ولو انت شايفينه دلوقتي اهو بصي بستخدمه، بصي بقاله من سنه معايا الطقم الحمد لله معايا. بصراحه ممتاز جدا. وخلي بالكم الطقم ده كمان بيدخل الميكروويف، بيدخل ميكروويف يعني ما تقلقيش. ازازه ما شاء الله تقيل ومحمل وجميل قوي، والنقشه بتاعته جميله. وفي ناس بتخاف من الحاجات اللي فيها نقشه كده، بتقولك مثلا بتمسك فيها الدهون والكلام ده، لا ممتاز جدا. طبعا غسيل الحاجه باستمرار وبتبقي حريصه ان الحاجه ما يجيش فيها دهون. وهي نوعيتها جميلة جدا، مش بيبقى البروز اللي فيه مش ضيقة قوي ان انت ما تعرفيش تنضفيها، بالعكس دي مفتوحة وجميلة جدا وعملي قوي. والسيرفيز اللي فيه معاه هو 6 سيرفيز، وكانوا اطباق يعني مقاسين 6 و6، هما كانوا 18 قطعة. لا انا بستخدمه بقالي اهو سنة، وبصراحة ممتاز جدا وعملي جدا في البيت وحلو قوي في العزايم. وحلو ما بتكوني انت عاملة كذا صنف. فانا بقولك من هنا لا جربيه وهاتيه وان شاء الله مبروك عليكي. او على مامتك يعني ان شاء الله مبروك تتهنى بيه. هاتيه وجربيه جميل قوي. اللي ما شافش الحلقه دي ممكن اسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف، واللي مش عارف صندوق الوصف هتلاقوني سايبه لكم في اول تعليق. هتلاقي في اول تعليق سايبه لك الحلقه دي. عجبت ناس كتيره جدا وناس كتيره بعتت لي انت جايباه منين، بصراحه عملي وجميل قوي. لو في عروسه لسه بتجهز نفسها هاتيه. ممتاز جدا، حلو تحطيه في الرشاقه بتاعتك لاستعمالك الشخصي، او لو عندك عزايم برضو جميل وشيك قوي في الاكل. ولو انت يعني عادي زي كده يعني مش عروسة ولا حاجة وعايزة تجيبي حاجة عملية برضو جنب الصيني اللي عندك عشان ما تستعملهوش، هو عملي وجميل قوي. بصراحة ممتاز وخامته حلوة قوي، وبصراحة بيدخل الميكرويف وحاجة جميلة يعني. فجربيه.
مش هتخسري. وشوفي الحلقة برضو وهتشوفي كل حاجة. وفي حاجات جبتها فردوني جنبها كنت مجمعة للطقم، وكنت جايبة نفس النقشة برضو بالظبط. حاجات جميلة جدا، كانت حلقة جميلة جدا والحمد لله يعني عملت معايا مشاهدة جميلة قوي، كان عاجب الناس جدا. فان شاء الله هسيبلك الرابط في صندوق، في اول تعليق وفي صندوق الوصف، عشان برضو اللي ما شافش الحلقة وعايز يشوفها يدخل ويشوفها. بس يلا اعملي لايك وانت بتتفرجي كده. وكده كنت خلصت المواعين. حاولت ان انا انجز يعني في المواعين، كنت بصراحة مش جايبه لكم الحلقات كاملة او الوقت كله وانا بغسل المواعين ديت، عشان كانت يعني طولت معايا شويه، فكنتش عايزاكم تزهقوا. فقصرت، كنت بقصر في الفيديو، ما اكدبش عليكم. الفيديو ده بيقعد يتصور طبعا وقت طويل، فانا بقعد اقص منه كتير علشان بس اجيب لكم ملخص الحلقه عشان ما تزهقوش. فانا كده كنت ابتديت خلاص خلصت. كنا هنا اصلا لسه فاطرين، وبعد ما فطرنا طبعا انت عارفه الفطار بيطلع منك شويه مواعين، وممكن باقي حاجه كده يعني كام كوبايه ولا حاجه من العشاء. الاولاد بيبقوا صاحيين، ممكن انا اسبقهم وانام، فبيكون في كده ايه، تلاقي كوبايتين، تلاقي مش عارفه طبقين، اكيد عارفه الحاجات دي كلها بنلاقيها في بيوتنا يعني. فبتقومي الصبح بتلاقي طبعا وضع المطبخ مش زي ما كنتي سايباه فايه ده عادي. انا قمت الصبح بعد ما فطرنا، رحت لميت بقى كل الكوبايات والاطباق، واكيد خدتوا بالكم يعني كلها معظمها كوبايات البلاستيك بتاعه الاولاد وحاجات اطباق وكده، وحاجات الفطار من بواقي حاجات كمان العشاء. فكنت هنا خلصت خلاص، وغسلت الصينيه دي، بحب احطها على الفطار، بتكون خفيفه ايه كده يعني. وبحط وجبه الفطار وانتوا عارفينها بتاخدش اطباق كتير قوي، فبتكون حلوه. فهنا كنت خلاص خلصت المواعين كلها كده تمام قوي. بقى هنبدأ نجهز حاجات الغدا. طبعا حاجة الغدا النهاردة ان شاء الله الغدا النهاردة هيعجبكم، لانه هو حاجة جديدة بقى. طالعين من رمضان وزهقانين من حاجات كتيرة، وعملنا اللحوم وعملنا الفراخ وعملنا كل حاجة، وكلتي السردين وكلتي الفسيخ والرنجة، فبتبقى عايزة برضو حاجة جديدة. طبعا احنا في اسكندرية لا غنى عن السمك، بنحب الاسماك جدا، وليها كذا طريقة وكذا شكل وكذا نوع كل حاجة. فطبعا الناس اللي عارفة السمك بتاع اسكندرية عارفين ان هو اسماك اسكندرية جميلة قوي. فيا ترى النهاردة هنعمل النوع يكون ايه؟ لو عرفتي ممكن او حطيتي خمنتي كده ممكن اعمل ايه النهاردة، اكتبي لي برضو في التعليق قبل ما تشوفي انا النهاردة هعمل الاكل هيكون ايه. بس كده خلاص نكون خلصنا المطبخ، وهنخش بقى على الجد والحاجة الجميلة اللي هتعجبكم النهاردة في الأكل بتاع النهاردة. كتبتي خلاص خمنتي أنا هعمل إيه النهاردة؟ فتعالي نشوف انتي صح ولا غلط. النهاردة إن شاء الله هنعمل كابوريا، وهنعمل إيه تاني جنبها؟ أكيد الأكلات دي ممكن تكون منسية أو ملهيين عنها شوية، فعايزين نعمل حاجة جديدة بقى. زهقنا عملنا كفتة ونزلنا فراخ ونزلنا حاجات، فحبيت إن أنا أنزل لكم كده إيه حلقة جديدة. بس معلش الفيديو ده فيه غلطة شوية يعني في التصوير، لان هو التصوير كان جاي بالطول، فانا كنت حابة اجيبه لكم بالعرض، فاضطريت ان انا اعمل التقريب اللي هو الزيادة عن اللزوم شوية ده. بس ماشي ماشي الحال يعني، شغال برضو. هتلاقوا كل حاجة واضحة معاكم، وهتشوفوا كل التفاصيل موجودة في الفيديو برضو. هنا كنت جبت الكابوريا غسلتها كويس الاول، وحطيتها كده في حلة الاول، وحطيت عليها شوحتها الاول قبل ما انزل عليها بالمية. بشوحها كده واحط عليها بصلايه وكمون وفلفل اسود وملح، وبعد كده بشوحها، وبعد كده انزل عليها بالميه السخنه واسيبها تغلي مع نفسها كده. وهنا كنت جهزت السمك البوري، كنت هعمله صينيه سنجاري يعني. فلو عايزه تعرفي ازاي بالظبط التفاصيل كامله في السنجاري، هسيب لك الرابط برضو بتاع الحلقه دي، عملناه قبل كده وعجب ناس كتير قوي، اللي هي حلقه السمك السنجاري. كنت جايباها لكم وعملتها لكم حلقه سمك بس، وكانت جميله جدا، وكان طالع طعم ما شاء الله جميل قوي. الخلطه دي فن يعني، مش اي حاجه وخلاص. الخلطه دي لازم تكون حاجه كويسه جدا. الطريقة بتاعتها بصل وطماطم وتوم وكرفس، وبتكوني حاطة فيها بقى الفلفل الاسود والكمون لا غنى عنه، والثوم والحاجات الجميلة دي، والليمون والفلفل. كل ده هسيبهولك ان شاء الله في اول تعليق. شوفي ادخلي شوفي الحلقة كاملة، وما تنسيش اللايك. هنا كنت جهزت الصينية وحطيت البطاطس تحت فيها، عشان انا بحب اعمل البطاطس تحت السنجاري، بيكون جميل جدا. بصوا بقى بعد كده انا خلاص دي هدخلها الفرن، عشان الفرن لازم يبقى سخن قوي. هنا كان غلت معايا الكابوريا، بصوا بدأت تغلي معايا خلاص، وبدأت خلاص اصلا تعتبر استوت. هتاخد لها كام غلوة كده وهطفي عليها. بس ما شاء الله عليها طالع من وراها شوربة تحفة بصراحة. زي ما انتوا شايفينها كده، في ناس بتحب تشرب الشوربة بتاعتها، وفي ناس بتحب تعمل ملوخية، بس مش عارفة على الكابوريا ولا بيعملوها على انا بعملها، انا عن نفسي بحب اعملها على الجمبري، على شوربة الجمبري. ما جربتش شوربة الكابوريا بصراحة ان يتعمل عليها. قولوا لي في التعليق اذا كان بيتعمل فعلا على ملوخية ولا لا، وبتطلع حلوة ولا لا، اكتبوا لي في التعليقات. هنا دي كانت شوربة عندي بتاعت، كانت برضو كنت عاملاها قبل كده للجمبري يعني. انا لما بيتبقى معايا شوربة من فراخ من جمبري من لحمة بشيلها، لان ممكن في مرة بتعملي حاجة تطلعيها تستخدميها جنبها. هنا كنت الشوربة غليت، فبحب احط عليها مع نص معلقة
من السكر، نص معلقه الشاي تحطي عليها نص معلقه من السكر على الشوربه وهي بتغلي، وبتبقي حاطه المرقه بتاعتك، وبرده نص معلقه توم ني كده بعد ما بتفرميه تحطيها كده في الشوربه. وبعد ما بيغلوا مع بعض كده تروحي نازله بالملوخيه اللي انت بقى ايه كنت غسلاها ونشفتيها وخرطتيها كده، وبتطلع معاكي خضرة وجميله. لازم تتاكدي ان الميه نشفت منها عشان ما تعملش معاكي رغاوي على الوش كتير. كده بقى كنت وطيت النار عليها وببدأ اقلب فيها عشان ما تغليش، لو غليت منك هتسقط منك الملوخية. ولا بحط بقى كربونات ولا الكلام ده. طبعا الرغاوي اللي على الوش دي من كتر التقليب عشان انا قلبتها كويس قوي، لازم ايدك تفضل فيها تقلبي كده عشان انا حطاها على نار هادية، فالنار لما بتسخن قوي هتبدأ تغلي وانا مش عايزاها تغلي. هنا كنت ابتديت اجهز التومة وهستناها كده لما لونها يبقى ذهبي خالص. الملوخية دي برضو فن يا جماعة، انا بحب بصراحة الملوخية الخضراء لا غنى عنها. وفي طريقة ان شاء الله هنزلها لكم للملوخية الناشفة، للناس اللي بتحب الملوخية الناشفة هخليكي ما تعرفيش تفرقي ما بينها وبين الخضراء ابدا، من طعم وريحة وقوام بتاعها حاجة بصراحة تحفة. كانت هنا خلاص احمرت معايا كده، وطبعا انتوا عارفين الشهقة بقى اللي احنا لازم نعملها ستات مصر كلها، لازم كل الناس بتسمع بيها. بصوا الجمال طالعة ما شاء الله عليها، قوامها عامل ازاي، بتشد معاكي. ليها عرق كده وجميلة ولونها اخضر ما ومش ساقطة مني ولا اي حاجة، ولونها اخضر وجميل. يعني بألف هنا وشفا، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. هنا كنت خلاص السمك خلص، والكابوريا برضو خلاص كده كنت حطيتها في طبق كانت خلصت. بألف هنا وشفا، جربوا ان شاء الله الطريقة بتاعتي دي هتعجبكم قوي. والملوخية هنا كنت خلصتها برضو خلاص وحطيتها، والتقديم اهو. يعني هو معلش التصوير جاي بطريقة غلط شوية يعني ان شاء الله بس يكون وصلتكم برضو الحلقة كانت عاملة ازاي. بألف هنا وشفا للي هيجرب، بألف هنا وشفا للي هياكل. يا ريت النهارده تكون الحلقة عجبتكم، يا ريت اللي مش مشترك في القناة يشترك، واللي ما حطش لايك يحط لايك، وما تنسوش تفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل اشعار باي حلقة انزلها تجيلكم اشعار بيها. هشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله من دلع مطبخك مع نانسي. واللي ما شافش حلقة الكتاكيت اللي هي تربيتها في البلكونة هسيبلك الرابط بتاعها في اول تعليق. اشوفكم في حلقة جديدة من دلع مطبخك مع نانسي. باي باي.